بكم مشاهدينا الكرام، نستكمل معكم فقرات اول النهار، وكلنا عارفين ان كل المصريين بيعشقوا الكوره وخاصه كره القدم، لكن كره القدم داخل مصر واخده حقها في جميع الانديه، ورغم ان في معظم الالعاب او نقول الالعاب الباقيه داخل مصر زي الالعاب الفرديه او العاب زي الفولي والهاندبول وغيرها من الالعاب مش واخده حقها لا ماديا ولا معنويا، ورغم ان هذه الالعاب بتحصل على المراكز الاولى في معظم المباريات تملي بتشاركنا فعلا خارج مصر. لكن النهارده هنتكلم عن لعبه ايضا لم تحظى بالاهتمام مثل باقي اللعب زي لعبه الهوكي. لعبه الهوكي محافظه الشرقيه حصدت العديد من المراكز الاولى في معظم المباريات، واللي هيكلمنا عنها الدكتور وسام البنا مدير قطاع الناشئين ومخطط احمال الفريق الاول للهوكي. تعالوا نشوف التقرير ده مع بعض. معاكم الدكتور وسام البنا مدير قطاع الناشئين في بنادي الشرقيه الرياضي في لعبه الهوكي ومخطط احمال الفريق الاول لهوكي الشرقيه. زي ما احنا عارفين طبعا هوكي الشرقيه غني عن التعريف، فهو صاحب البطولات والانجازات سواء بالدوري العام المصري او ببطولات الافريقيه للانديه ابطال الدوري، فقد فاز بالدوري حوالي 20 بطوله دوري عام، وفاز ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري 20 بطوله افريقيه، وفاز بكاس مصر 5 بطولات كاس مصر. وطبعا قطاع الناشئين بيشهد الان تطور هائل من الناحيه العلميه، حيث انه قد حدث احلال وتجديد لبعض اللاعبين وبعض المدربين، وذلك لعمل برامج تدريب حديثة تتوافق مع التقدم الهائل للعبة الهوكي ومحاولة الوصول للعالمية والوصول لأولمبياد لندن 2012 بمشيئة الله تعالى. وزي ما احنا شايفين دلوقتي اللعيبة بيقوموا ببعض المهارات الأساسية، بيقوموا الأول بتمرير الكرة بدفع الكرة، ثم يقوم بالتقدم بالدفع بدفعات الكرة دفعات بسيطة، ثم بعد ذلك التقدم بالمحاورة ما بين الأقماع. يقوم اللاعب بأداء هذه المهارة وهي من أصعب مهارات التقدمات، ثم يقوم بالتقدم بالدحرجة، ثم بعد ذلك يقوم بإرسال الكرة بمهارة السويب باص للاعب زميله. وتعتبر هذه المهارات الأساسية من أهم مهارات الأساسية في لعبة الهوكي، بالإضافة طبعا لمهارة البوش واللي هي دفع الكرة بالوجه المسطح للمضرب، ومهارة السلاب اللي هي الضربة العمودية المستقيمة، ومهارة ضرب الكرة بالوجه المسطح للمضرب، ومهارة نطر الكرة اللي هي الفليك، ومهارة غرف الكرة اللي هي سكوب. كل هذه المهارات بتؤدى بالوجه المسطح للمضرب، وايضا بتؤدى بالوجه المعكوس للمضرب. بالاضافه للتقدمات كما نعلم ان هناك 3 انواع للتقدمات بالكره: التقدم بالدحرجه، والتقدم بالمحاوره، والتقدم بالدفع الكره دفعات بسيطه. ويشهد قطاع الناشئين بالهوكي بنادي الشرقيه الرياضي تطور هائل في هذه المرحله، وهي مرحله الاعداد، حيث اننا قمنا باعداد برامج تدريبيه تتناسب مع جميع المراحل السنيه. وهناك مرحله مواليد 92 93 سنه، وهناك ايضا مرحله مواليد 94 95 سنه، وهؤلاء اللاعبين الذين يقومون بأداء المهارات الأساسية في لعبة الهوكي هم من مواليد هذه المرحلة، مرحلة 94 95. فهناك اللاعب السيسي الآن يقوم بمهارة التقدم بالمحاورة ما بين الأقماع، وهي تعتبر من أصعب المهارات في التقدمات في لعبة الهوكي. وبعد ذلك يقوم بالتقدم بدفع الكرة دفعات بسيطة، ثم يقوم بسلاب شوت،
ثم يقوم بعد ذلك بعمل المحاورة وعمل تقدم بالدفع وعمل سويب باص. طبعا مهارة السويب باص اللي هي الضربة الأفقية المسطحة تعتبر من أهم الضربات في لعبة هوكي الميدان على الإطلاق. هذه المهارة أثبتت بحوث علمية كثيرة في عديد من البلدان الأوروبية مثل هولندا وانجلترا واسبانيا ان هذه المهارة اسرع مهارة في الضربات في لعبة هوكي، مهارة السويب، وذلك لقصر مرجحة العصاية فيها ولقوتها وسرعتها ودقتها. والان في فريق الشرقية للهوكي يقوم بمرحلة الاعداد البدني العام، حيث انه يقوم بالتدريب في ملعب الهوكي على النواحي البدنية وبتنمية جميع الصفات البدنية مثل التحمل الدوري التنفسي والقوة العضلية والمرونة والرشاقة والسرعة وتحمل السرعة وما إلى ذلك في برنامج الإعداد البدني العام ليبدأ المشاركة بمشيئة الله تعالى في الموسم الرياضي 2011-2012 بمشيئة الله تعالى بداية في شهر أكتوبر القادم بمشيئة الله تعالى.